وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: يعرف صاحب هذا الأمر ب3 خصال لا تكون في غيره: هو أولى الناس بالذي قبله وهو وصيه، وعنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيته، وذلك عندي لا أنازع فيه. بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار، الصفحة 202. وأيضا عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يرجع في إحداهما إلى أهله، والأخرى يقال هلك في أي واد سلك. قلت: كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال: إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله. غيبة النعماني، الصفحة 173. وعن أبي الجارود قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا مضى الإمام القائم من أهل البيت فبأي شيء يعرف من يجيء بعده؟ قال: بالهدى والإطراق وإقرار آل محمد له بالفضل، ولا يسأل عن شيء بين صدفيها إلا أجاب. غيبة النعماني، الصفحة 242. وعن الحارث بن المغيرة النصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بأي شيء يعرف القائم عليه السلام؟ قال: صلوات الله عليه: بالسكينة والوقار. قلت: وبأي شيء؟ قال: تعرفه بالحلال والحرام، وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد، ويكون عنده سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت: أيكون إلا وصي ابن وصي؟ قال: لا يكون إلا وصي وابن وصي. عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله: المتوتب على هذا الأمر المدعي له ما الحجة عليه؟ قال: يسأل عن الحلال والحرام. وورد عن الإمام المهدي عليه السلام أيضا توقيعا بخصوص أحد مدعي السفارة فيه، وقد ادعى هذا المبطل على الله الكذب إلى أن يقول: فما يعلم حقا من باطل ولا محكم من متشابه، إلى أن يقول عليه السلام: فالتمس تولى الله توفيقك من هذا ما ذكرت لك وامتحنه، واسأله عن آية من كتاب الله يفسرها. إلزام الناصب، الجزء الأول، 187. وأظن أن في هذا القدر كفاية إن شاء الله لمن يطلب الحق، حيث تبين لنا الأشياء التي لا يستطيع غير مدعي الحق أن يأتي بها، وهي أن يدعي وصية رسول الله أو عهد نبي الله، أن يأتي بالعلم الذي يعجز الباقون جميعا عن الإتيان به، علم القرآن محكم والمتشابه، أن يرفع راية البيعة لله، راية رسول الله، المطالبة بحاكمية الله. ونتعرف الآن كيف أتى الإمام أحمد الحسن عليه السلام بهذه الأشياء الثلاثة. إذن ما هو عهد نبي الله الذي جاء به الإمام أحمد الحسن عليه السلام؟ هي وصية الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته، والتي مذكور فيها باسمه، وأنه أول المؤمنين بالإمام المهدي عند بداية ظهوره. والإعجاز أن هذه الوصية موجودة في الكتب مئات السنين، ولم يأتي أحد أبدا وادعى أنه أحمد المذكور في تلك الوصية، حتى جاء صاحبها الذي ادخرت إليه، وهو الإمام أحمد صلوات الله عليه. الحلقة الثانية: ما هو السلاح العلم الذي جاء به الإمام أحمد الحسن عليه السلام؟ دعا الإمام أحمد الحسن عليه السلام جمع من العلماء
في الصحف الصادرة من أنصار الإمام المهدي عليه السلام، في البيانات وفي غيرها، للمناظرة في القرآن الكريم أو سماع ما جاء به من تفسير للقرآن حتى يتبين هل هو من ممكن التحصيل أم أنه علم خاص بأهل بيت العصمة أو من اتصل بهم عليهم السلام. وللأسف لم يستجب لتلك الدعوة أحد منهم، بل أصدر بعض العلماء فتوى بتكذيبه من دون أن يسمعوا شيئا منه، مع أنه لا يوجد دليل نقلي أو عقلي يجوز تكذيب من يدعي الاتصال بالإمام المهدي عليه السلام. وعاودهم وكرر الإمام أحمد الحسن عليه السلام الدعوة إلى بعض مراجع التقليد للمناظرة في القرآن الكريم لإثبات أن ما عنده من علم من سلاح رسول الله هو من الإمام المهدي عليه السلام، وأنه مرسل من الإمام. راجع بيان الفئات موجود على الموقع. كما دعا إلى مناظرة أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم، وهذه كتب شاهدة، كتبه عليه السلام في تفسير القرآن وأحكام المتشابه وفي العقائد والفقه والتعريف بالرسل ورسالاتهم، وما كتبه عليه السلام لليهود والنصارى كل هذا مبذول موجود على الموقع. اقرأ كتب الإمام أحمد الحسن عليه السلام أو حمل كتبه على الموقع، فهي مبذولة وللجميع، أو اسأله على الموقع. وإلى الآن لم يرد عليها أحد إلى اليوم. قال تعالى: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. أعاذنا الله وإياكم أن نكون من المكذبين بآيات الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفق المؤمنين للتشرف بخدمة الإمام المهدي عليه السلام، إنه سميع مجيب. الحلقة الثالثة: كيف رفع الإمام أحمد الحسن عليه السلام راية رسول الله محمد، راية البيعة لله. المطالبة بحاكمية الله والملك الإلهي هو رفع هذه الراية، وهذا لا بد أن يتحقق في الواقع المعاش بشكل يتوضح فيه صاحب الحق الإلهي وحكمته وعلمه ومعرفته بعاقبة الأمور. والحمد لله تم هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، فكل أولئك العلماء غير العاملين دعوا إلى حاكمية الناس والانتخابات وشورى وسقيفة آخر الزمان، إلا الوصي بفضل من الله عليه لم يرضى إلا حاكمية الله وملك الله سبحانه، ولم يحد عن الطريق الذي بينه محمد وآل محمد عليهم السلام. أما العلماء غير العاملين فقد خرجوا وحادوا عن جادة الصواب، وتبين بفضل خطة إلهية محكمة أن رافع الراية، راية رسول الله، راية البيعة لله، هو فقط الوصي الإمام أحمد الحسن عليه السلام. أما من سواه فهم قد رفعوا راية الانتخابات وحاكمية الناس، وهي بيعة في أعناقهم للطاغوت وبملء إرادتهم، بل وهم قد دعوا الناس لها وانخدع الناس بسبب جهلهم بالعقيدة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، مع أن أهل البيت عليهم السلام قد بينوا هذا الأمر بكل وضوح وجلاء. ودم الحسين في كربلاء خير شاهد على ذلك. لغير آل محمد رايات البيع للناس. الانتخابات هي الشورى الصغرى التي تنعقد في بغداد، والتي أخبر عنها الرسول محمد صلى الله عليه وآله، وحذرنا منها وتوعد بالويل لمن ساهم بها. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الويل لأمتي في الشورى الكبرى والصغرى. فسئل عنها فقال صلى الله عليه وآله:
أما الكبرى فتنعقد في بلدتي بعد وفاتي لغصب خلافة أخي وغصب حق ابنتي. وأما الشورى الصغرى فتنعقد في الغيبة الكبرى في الزوراء لتغيير سنتي وتبديل أحكامي. مناقب العترة وكتاب 250 علامة الصفحة 103. وشاء الله تعالى أن تميز هذه البيعة والشورى، فلم تنعقد أو تحدث بيعة وشورى انتخابات للشيعة يشاركون فيها وينظمونها في تاريخ العراق كهذه، لبيان أنها هي الشورى الصغرى التي انعقدت في الزوراء في بغداد. من آيات الله تعالى وعلاماته الواضحة والتي غفل عنها العمياء، وهي أن الانتخابات عقدت في يوم بيعة الغدير لعلي بن أبي طالب عليه السلام بالخلافة. وقد بايعت الناس الطاغوت وتركت البيعة لعلي بن أبي طالب لأنها منشغلة بالانتخابات، ولأن الزيارة منعت في ذلك اليوم حتى عن أهل النجف القريبين من الإمام علي عليه السلام. وهذه هي قدرة الله تعالى ليبين لكم بأن تلك البيعة خروج عن بيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، ولم تحضروا لزيارته وبيعته كالمعتاد في كل سنة. يا ترى ألم تسألوا أنفسكم عن هذه الآية وتتفكروا في حالكم ومن بايعتم ومن تركتم؟ ثم إن انعقاد الانتخابات في يوم الغدير يوم بيعة أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يدل على ارتباط هذه الشورى الصغرى بالشورى الكبرى سقيفة بني ساعدة التي غصب فيها حق الخلافة من أمير المؤمنين عليه السلام، كما أشار إلى ذلك الرسول محمد صلى الله عليه وآله، وأن تلك كهذه حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونحن كمسلمين وشيعة متبعين لأهل البيت عليهم السلام ومصدقين بإخباراتهم الغيبية، لم نجد في رواياتهم بأنه ستكون في آخر الزمان دولة موالية لأهل البيت عليهم السلام في العراق، بل العكس هو الصحيح. فقد وردت وتضافرت الروايات بقيام دولة بني العباس في العراق، وأنها من علامات قيام القائم عليه السلام، وأنها كدولة بني العباس الأولى تقوم بالشعارات الدينية يا لثارات الحسين والرضا من آل محمد، وبالحقيقة هي عدوة الدين والمذهب، تحكم بالأنظمة الأضعية التي نهانا عنها الله تعالى ورسوله والأئمة الأطهار عليهم السلام. ودولة بني العباس هذه التي تقوم في العراق سوف يقضي عليها اليماني والخراساني والسفياني، هذا من المشرق وهذا من المغرب. والحمد لله أن بين الحق ولم يبقى أحد يدعو لحاكمية الله، وترك الانتخابات التي نهانا عنها في الأحاديث التي ذكرت قبل قليل. يمكنكم قراءة كتاب الإمام أحمد الحسن عليه السلام الذي ناقش فيه الديمقراطية وبين ما هي، ليتضح لكم ما هي راية البيعة لله التي رفعها الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، ويرفعها اليوم الإمام أحمد الحسن عليه السلام. هل هذه هي الحلقات الثلاث للقانون الإلهي؟ نعم، عهد نبي الله، سلاح رسول الله، وراية رسول الله، أتى بهم الإمام أحمد الحسن عليه السلام.